من غير بقى ما تقعد تحسب سعرات والكلام الفاضي ده. تعال اقول لك بقى ازاي تخس بسهوله. كل اللي انت هتعمله هتتبع حديث النبي: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. طب اعرف ازاي ان انا وصلت للثلث او وصلت للثلث في الشراب او ثلث في الطعام؟ بص يا معلم، لما تيجي تقوم من على الاكل لو انت حاسس ان انت مش قادر تاخد نفسك وعندك خمول كده ومش قادر، يبقى انت كده دخلت على الثلث بتاع الشراب. طب لو انت قمت من على الاكل وبدات تشرب ميه وبرضه حسيت بنفس الخمول، يبقى انت دخلت على الثلث بتاع النفس. فخد بالك من الحته دي. اهتم بالكميه بتاعه الاكل بتاعتك، واهتم بالجوده بتاعه الاكل. يعني ما تكترش بقى من الزيوت والبطاطس المحمره والكلام ده. خلي اكلك نضيف وظبط الكميه بتاعتك على حسب جسمك انت. جسمك بيبعت لك اشاره ان انت الاكل بتاعك زياده او قليل. ازاي؟ زياده زي ما قلنا بيحصل لك خمول او تبقى عايز تنام بعد الاكل. طب لو قليل هتلاقيك همدان طول اليوم ومحتاج طاقه. فتدخل الطاقه دي زي بقى تجيب بقى حاجه مسكره، تقعد تاكل شوكولاته والكلام ده. لا، احنا عايزين اكلنا كله يكون نضيف.